السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض صينيه الجلاش بالخضار والجبن. اهي دي انا عملتها وخلصتها خالص، بس قلت لكم اوريكم شكلها. دي خلاص كده خلصت، يا دوبك هقطعها واقول لكم هحط عليها ايه. انا دلوقتي هعمل واحده تانية معاكم من الاول للاخر وتشوفوا معايا خطوه بخطوه. خليكم معايا. بصوا حبايبي، اهي صينيه اهي تانية المقاس ده، وانا مقطعه الجلاش دورته حوالين الصينيه، وهوريكم دلوقتي ازاي. دلوقتي بندهن الصينيه الاول سمنه كده زي ما انتم شايفين، كلها كده بالجناب اهي، ونحط بقى ايه واحده جلاش اهي. بص انا مدوراها زي ما انا وريكم، مش مشكله متقطعه مش هتفرق، بس انا مدوراها عشان تتحط ايه مره واحده. هحط اتنين واحط سمنه، اتنين واحط سمنه اهو زي ما انتم شايفين كده. هوريكم اول واحده اتنين اهو. حطيت السمنه كده زي ما انتم شايفين، بعوص الفرشه بالطريقه دي كده وادهن اهي. اخلص كله، وعند الحشو بقى هقول لكم انا حشيتها ايه. بصوا حبايبي، هنا كده خلصت ايه نص الجلاش، وهحط الحشو. اقول لكم بقى الحشوه ايه. الحشوه معانا اهي زي ما انتم شايفين: فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل احمر، جبنه نستو او جبنه فيتا عاديه مفيش اي مشكله، وجبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده. هنحط الحشوه اهي في النص اهي، وابتدي بقى افردها بايدي. وزيتون اخضر وزيتون اسود اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهي. بصوا شايفينها الحشوه شكلها عامل ازاي، وبفردها. وببتدي بقى اجيب ايه، ببتدي اجيب بقيه صينيه الجلاش، بقيه لفه الجلاش، واحطها من فوق الوش تاني. خليكم معايا واوريكم هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي، رجعت لكم تاني اهي. انا ايه قطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وجبت عندي بيضايه وكوبايه لبن، وهدلق كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا كده اهو، هسقيها كلها كده، وامسك الصينيه اهي واجيب كده اهي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده اهي. وخلاص ادخلها الفرن بالصينيتين اللي انا عملتهم، وادخلها الفرن وارجع لكم تاني اوريكم شكلها بعد ما طلعت من الفرن ازاي. بس قبل ما تدخلوها الفرن هتسيبوها كده 10 دقايق بس مع اللبن والبيض. واقول لكم تاني الحشوه بتاعتها كانت ايه. كان فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، زيتون احمر، زيتون قصدي زيتون اسود، زيتون اخضر، اللي المتوفر عندكم يعني، موتزاريلا، جبنه نستو او جبنه الفيتا العاديه بتاعتنا دي. هي دي الحشوه بتاعتنا. بصوا حبايبي اهي بعد ما شلتها من الفرن ومن الصينيه اهي. انا شلتها من الصينيه، بصوا عامله ازاي. بس انا شلتها عشان ايه، اقطعها تبقى قدامكم اهي شايفينها. ومكان ما انا عامله العلامات اهي اللي انا قطعتها اهي 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 يا حبايبي قطعتها. بصوا شايفينها اهي. بصوا الحشوه من جوه عامله ازاي. بصوا اهي، بصوا شايفين الحشوه عامله ازاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والف هنا وشفا اللي ياكلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.